أول فعل طبيعي قدام الرفض إنك هتشرح أكتر وهتقنع أكتر وتضغط أكتر، بس ده في الغالب بيزود المشكلة مش بيحلها. المفتاح الحقيقي إنك تسمع الرفض وتفهمه. المقاومة مش دايما معناها إن الشخص مش مهتم أو مش مقتنع أو حتى ضدك. أوقات كتير المقاومة بتبقى خوف من التغيير، تجربة قديمة سيئة، سوء فهم، أو حتى في الوقت اللي مش مناسب. يعني بدل ما تقول اللي قدامك أنت إزاي ترفض حاجة كويسة زي دي، ممكن تجرب تقول أنا حاسس إن في حاجة مأخراك عن القرار وممكن تحكي لي وأساعدك. الشخص الكاريزمي الذكي ما بيواجهش الرفض فيس تو فيس أو وش في وش، لا بيفككه من بعيد. يعني بدل ما تدخل في جدال مباشر جرب تسأله ممكن أعرف إيه أهم حاجة بتدور عليها حاليا. السؤال ده بيحول التركيز من المواجهة للاستكشاف، وبيخلي الطرف التاني يحس إنك مهتم، مش بتحاول تكسب الجدال معاه وخلاص. إعادة التوجيه أو deflection of attention مش معناها انك بتتهرب، لكن معناها انك بتاخد طريق اذكى يوصلك لنفس الحل. لما تبدا الحوار بنقطه اتفاق حتى لو صغيره، ده بيهدي الدفاع اللي عند اللي قدامك. ومش لازم توافق على كل حاجه بيقولوها، بس تقدر تلاقي مدخل مشترك وتبني عليه. والشفره هنا ابدا من عندهم وبعدين خدهم عندك. اوقات كتير المشكله مش بتكون في ان بس الشخص رافض، المشكلة انك بتتكلم اكتر ما بتسأل. جرب تسأل ايه اللي ممكن يخليك تفكر في الموضوع ده بشكل مختلف، او لو حصل كده هل ممكن تغير رأيك، او ايه اكتر حاجة شغلاك دلوقتي وازاي ممكن اساعدك فيها. الاسئلة دي بتعمل 3 حاجات. اول حاجة بتدي للطرف التاني احساس بالقيمة، يعني هو مش بس بيتكلم مع حد بيحاول يبيع له حاجة، هو بيتكلم مع حد مهتم بيه فعلا. تاني حاجة بتفتح باب المشاركة، لما بتسأل الشخص بيبدأ يشاركك اللي جواه واللي على باله، وساعتها الحوار بيتحول لشراكة مش مواجهة. وتالت حاجة بتنقلك من وضع الإقناع لوضع المستشار. أوقات كتير الرفض بيكون سببه إن الطلب كبير أو مفاجئ، يعني زي ما تقول لحد تعال نغير حياتك كلها ودلوقتي حالا، رد الفعل الطبيعي منه هيقولك إيه؟ أنت مجنون. لكن لما تبدأ بخطوة صغيرة، تطلب حاجة بسيطة وتخلي الشخص يشارك فيها بمزاجه، المقاومة بتقل والقبول بيبدأ يظهر بالتدريج. دي استراتيجية اسمها foot in the door. يعني ايه؟ يعني انت تحط رجلك بس على عتبة الباب. شركات الاتصالات مثلا بدل ما بتقولك اشتري باقة الانترنت كاملة، بتقولك ايه؟ جرب الخدمة المجانية لمدة 3 ايام ولو عجبتك ممكن نكمل. والمفتاح هنا ان انت تبدأ بحاجة سهلة تاخد عليها وتسيب الباقي يحصل براحته. كل نعم صغيرة ممكن تفتح باب لنعم كبيرة. بس اللي بيفرق فعلا اللي بيعرف يفضل هادي وسط الزن والرفض والتوتر. لما تكون واثق من نفسك مش لازم تزن ولا تعلي صوتك ولا تحاول تكسب بأي تمن. ساعات الهدوء في طريقتك هي أكتر حاجة بتأثر، لأن الناس بتحس إن الشخص ده مش بيجري ورايا، ده مرتاح ومتأكد من اللي بيقوله. وفي لحظات الجدال لما تفضل ساكت لثواني، بص على اللي قدامك، ابتسم وكمل الكلام بهدوء. انت كده بتنقل الطاقة كلها من مواجهة لثقة. كل لأ بتقولك في حاجة محتاجة تتفهم أكتر، في حاجة في الرسالة محتاجة تتظبط، في احتياج جوه الشخص لسه انت ما لمستهوش. أصحاب الكاريزما مش بيكسبوا دايما من أول مرة، لكن بيكملوا وبيسمعوا وبيتأقلموا وبيحاولوا تاني بس بطريقة أذكى. لو حاسس ان الكلام لمسك دوس لايك واشترك وشاركه مع اللي محتاج يسمعه، ونكمل الحلقة الجاية. وسلام.